السلام عليكم طلاب تانية ثانوي في كل مكان، وحشتوني. عاملين ايه؟ في البداية تسمي الله وتصلي على رسول الله. بالله عليك ما تحرمنا من اللايك والشير. هناخد النهارده مع بعض او هنكمل مع بعض نظرية فيسبر، ودي بتتكلم عن اشكال الجزيئات وكمان قيم الزوايا بين الروابط. مستر ممكن توضح لي اكتر؟ عينيا. اخدنا زمان سواء في اعدادي او في اولى ثانوي ان المية H2O وان الرابط بين المية 104.5 درجة. ازاي يعني؟ ادي الاو معاها كام اتش؟ 2. الزاوية الموجودة بين الروابط دي بكام؟ 104.5. طب ليه 104.5 مش 180؟ اللي هيفسر لي الكلام ده نظرية اسمها نظرية فيسبر. ايه فيسبر ده؟ اسم عالم عندك؟ اكيد غلط، دي كل الحروف كابيتال. طب يعني ايه؟ اكيد اختصار. لمين يعني يا مستر؟ هقول لك كده ما تركزش معايا. فالنس الكترون شيل بالريبالشن. نعم، بالراحة كده عن فهمك. نظرية فيسبر الاختصار ده معناه تنافر ازواج الكترونات التكافؤ الحر. بتعمل ايه النظريه دي؟ والله دي يا حبيبي بتفسر اشكال الجزيئات. اقرا كده وانا معاك. هتفسره ازاي؟ بتقول لك والله بزياده عدد ازواج الكترونات التكافؤ الحر في اوربيتالات الذره المركزيه، يعني في النص، يزداد قوى التنافر بين الرابط ويقل قيم الزوايا بين الرابط ليصبح المركب اكثر استقرار. الطبيعي ان انت شبه الكائن ده مش فاهم. عادي يعني يا عم، ايه اللي حصل؟ تعال نفهمك. هنفرض فرض ادي ذره مركزيه مالها فيها رابطتين بالشكل ده. هل الشكل ده صح ولا غلط؟ للاسف الشكل ده غلط. طب ليه يا مستر؟ تعال نفهمك. بص يا حبيبي، فرضا ان ايدي دي كده هنا في ذره مركزيه معاها كام رابطه؟ 2. الرابطه اخدنا قبل كده انها عباره عن زوج من الالكترونات. ادي الكترونات سالبه وادي الكترونات سالبه. الطبيعي سالب وسالب بينهم قوه تنافر. اكيد يا مستر ده سالب وده سالب بينهم قوه تنافر، هيتنافروا مع بعض يتنافروا مع بعض لغايه لما يعملوا الشكل ده، شكل خط مستقيم. عشان كده قلنا الشكل ده غلط. بالراحه كمان مره. دي الكترونات شحنتها سالب ودي الكترونات شحنتها سالب. بين السالب والسالب في قوه تنافر. التنافر دي هيخلي الشكل كده، لا يا مستر هيبقى عامل خط مستقيم بالشكل ده. يبقى ده كده الاصح. نرجع تاني. تقول لك ايه؟ بزياده عدد ازواج الكترونات التكافؤ الحره في اوربيتالات الذره المركزيه، يعني ايه الذره المركزيه؟ اللي في النص، يزداد قوى التنافر بين الرابط ويقل قيم الزوايا بين الرابط. ازاي؟ اتقال لي كده وركز معايا بعد اذنك. شايف الذره دي؟ فرضا انها عندها زوج حر وكان عندنا زوج مرتبط بالشكل ده. هل الشكل ده صح ولا غلط؟ للاسف الشكل ده غلط. ليه يا مستر؟ تعالى افهمك. ده سالب زوج الالكترونات، وده سالب وده سالب. سالب 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 بينهم تجاذب ولا تنافر؟ اكيد قوة التنافر عالية. هتخلي الزاوية زي ما هي؟ لا يا مستر، اكيد كل ما يزيد السالب كل ما يزيد التنافر. اكيد كل ما يزيد التنافر كل ما يقل قيمه الزاويه. كمان مره بص لي كده، نشوف كده باستخدام الاقلام ونحاول نفهم باذن الله. بص يا حبيبي، انا عندي كده قلمين او مجازا رابطتين. فبتقول لك النظريه بزياده عدد ازواج الكترونات التكافؤ الحر. مجاز القلم الاسود ده زوج الكترون حر. زوج الكترون حر شحنته ايه؟ ده سالب سالب سالب. كل ما بزود عدد ازواج الكترونات التكافؤ الحره، الطبيعي ده سالب وده سالب وده سالب، ايه اللي هيزيد؟ اكيد قوه التنافر هتزيد. فتزداد قوى التنافر بين الرابط. بص كده. وتقل قيم الزوايا. ازاي؟ لما زودت السالب التنافر زاد. طب لو يتنافروا لفوق ولا لتحت؟ اكيد لتحت. بص قيمه الزاويه، هل هتفضل زي ما هي ولا هتقل؟ اكيد يا مستر قيمه الزاويه هتقل. ده اللي قالته النظريه. كل ما بزود ازواج الكترونات حره سالبه اكيد هيزيد التنافر. كل ما يزيد التنافر هتلاقي قيمه الزاويه مالها قلت بالشكل ده، وتبقى كده يا عم. طب فرضا انا حطيت كمان زوج سالب 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 سالب، اكيد التنافر هيزيد والزاويه هتقل كمان. يبقى فعلا نظريه صحيحه.
كل ما بزود عدد ازواج الكترونات التكافؤ الحره في الذره المركزيه يعني في النص، هتزيد قوه التنافر بين الرابط وتقل قيم الزوايا بين الرابط. في بعض الطلبه عندها سؤال تقول لك يا مستر هل قوه التنافر دي متساويه؟ طب هل الزوايا اللي بين الرابط دي متساويه؟ تعال نحاول نفهم التركه دي اهو. ايه ده؟ قوه التنافر بين الازواج الحره اكبر ولا المرتبطه اكبر ولا الحر ومرتبط اكبر؟ تعال نحاول نفهمها. هنفرض فرض ادي عندنا ذره زي ما انت شايف، ذره مركزيه عندها كام زوج حر؟ زوجين حرين بالشكل ده. كام زوج مرتبط؟ 2 مرتبطين بالشكل ده. طبعا بين كلهم في قوة تنافر. مين أكبر قوة تنافر؟ تعالى كده نتخيل، خليكم تدوروا على جنب. ده حر وده حر. هل الحر هنا مرتبط بحاجة؟ لا. هل الحر هنا مرتبط بحاجة؟ لا. فالعلماء لقوا إن قوة التنافر بين الحر والحر كبير جدا. قوة التنافر عالية جدا. إنما بين المرتبط والمرتبط قوة التنافر ضعيفة جدا. طب ليه يا عم؟ أصل يا مستر زوج الإلكترون مرتبط بذرة متقلة حركته. فهمني أكتر كده. بص يا حبيبي، بص لإيدي. شايف إيدي كده؟ لو ده زوج حر وده زوج حر بينهم قوة تنافر، هتلاقي قوة التنافر مالها عالية سهلة، صح؟ أنتي أو أنت، أخوك الصغير أو أختك الصغيرة، حط قدام إيدك وحاول تحركها يمين أو شمال. امسك فيه وحاول تحرك إيدك معاه، هتلاقي تحس إن إيه؟ حركتك بطيئة ولا عالية؟ بطيئة. ليه؟ إن إيدك بقت مرتبطة. هنا نفس النظام، ده زوج حر وده زوج حر مش مرتبط بحاجه، فتلاقي قوه التنافر مالها سهله. انما هنا الزوج ده مرتبط بذره بتقل حركته. طب تعال نمثلها انا وزمايلك، اتفرج معايا انا وزمايلك مثلنا في حصه ونرجع للجزئيه دي تاني. لو هنا ايدي حره التنافر بتاعها سريع جدا، فيبقى قوه التنافر بين الحر والحر عاليه، بين المرتبط والمرتبط صعبه. هو في تنافر بس قوه التنافر مالها ضعيفه جدا. شكرا يا رجاله. استنى بقى يا برنس. لو عندك زوج حر وحر هتبقى قوه التنافر مالها سهله. انما لو ايدك دي مرتبطه بحد، لما تيجي تحركها زي ما شفت مع زمايلك هتتحرك بصعوبه. ليه؟ لانها مرتبطه. يبقى مين اكبر قوه تنافر؟ اكيد بين الحر والحر. طب مين اضعف قوه تنافر؟ اللي بين المرتبط والمرتبط. طب مين قوه تنافر متوسطه؟ الحر مع المرتبط. يبقى احنا كده عرفنا تركه. قوه التنافر بين الحر والحر كبيره جدا. ماشي. لو هرتبهم دي رقم 1 ترتيب تنازلي، اكيد تبقى 2، اكيد تبقى 3. عشان كده الزوايا دي دايما مش متساويه. ناخد الجزئيه اللي بعدها. ايه ده مستر؟ الميه شاتر والميزان بيتكلمنا عن الزاويه، مين فيهم اقل من مين؟ بالراحه بس. قبل اي حاجه عاوزك بعينك تتعلم تجيب الازواج الحره والمرتبطه بالعين. بالعين المرتبط زوجين باينه، المرتبط 3 ازواج، المرتبط 4 ازواج. طب يلا بينا بالعين نجيب الحر. كم زوج ايه حر عندنا بالعين؟ لو سمحت، المرتبط زوجين، الحر 2. واحد او واحده بيقول لي عرفت ازاي؟ تعال نفتح ورقه كده ونعرفك. بص يا برنس، عدد الازواج الحر اجيبها ازاي؟ مبدئيا المرتبط 2 الحر زوجين. هقولها مره بسرعه وبعدين ارجع اشرحها بالراحه. المرتبط 3 الحر بزوج، المرتبط 4 الحر بصفر. انا كطالب مش فاهم، تعالى افهمك. كلنا عارفين ان اي ذره نفسها تبقى شبه الغاز الخامل، في اخرها كام الكترون؟ 8 الكترونات. ال8 الكترونات دول عباره عن كام زوج؟ 4 ازواج. كام زوج يا برنس؟ 4 ازواج يا مستر اهو. هنا بالنسبه للميه، الميه مرتبطه ب2 مع الاتش، كده كام زوج مرتبط؟ زوجين. وهي المفروض عندها كام زوج؟ 4. مرتبط زوجين، يتفضل كام زوج؟ زوجين اهم بطريقه النقط. دول مش 4 الكترونات، دول كام زوج؟ زوجين، هما نفس المعنى خد بالك. هنا المرتبط كام زوج؟ 3، والمفروض عندنا كام زوج؟ 4، يبقى الحر زوج 1. هنا المرتبط كام زوج؟ 4، يبقى الحرة بصفر. لا يا مستر فهمنا اكتر. في ناس كتير فهمت الكلام ده كده
شكرا بالعين. عاوز تفهم زياده هنعمل ايه؟ هنفتح ورقه زي ما انت شايف كده وهنجيبها بطريقه النقط، بس انت كده بتضيع وقت. الاوم عرضها الذري 8 يبقى 2 6. فهرسم حوالين الاكسجين كام نقطه؟ 6 زي ما انت شايف كده. عندك كام اتش؟ 2. كل اتش تحط الكترون، كل اتش تحط الكترون. ما كده عندنا كام زوج؟ ادي زوج وادي التاني. طب بص في النشادر الان بكام؟ هنوزعها 2 5 وانا راسم لك 5 نقط. عندك كام اتش في النشادر؟ 3. كل اتش تعمل ربط. كده عندنا كام زوج حر؟ زوج واحد. طب هنا المثال السي ب6 2 4 رسمنا 4 نقط. كل اتش تحط الكترون. هل في الميثان ازواج حره؟ مفيش، ما ده اللي قلنا من شويه. نرجع تاني هنا بعينك كده بسرعه. الرجاله والبنات ركز كده معايا، نجيبها بالعين. المرتبط كام زوج؟ 2 يبقى الحر زوجين. المرتبط كام زوج؟ 3 يبقى الحر زوج واحد. المرتبط كام زوج؟ 4 يبقى الحرة بكام؟ 0. طب تعالى نشوف العلماء لقوا ايه؟ لقوا ان قيمة الزاوية اللي في المية 104.5. عاش يا معلم. فالكتاب قال لي 105 تقريبا فوق راسي. النشادر الزاوية بتاعتها 107.3، فالكتاب كتبها 107 وبس. الميثان زاويتها 109.5. قولها كده معايا بسرعة. الميثان 109.5 والنشادر 107 وبس والميه 105 تقريبا. طب علل للزاويه اللي في الميه H2O اقل من الزاويه اللي في النشادر. للاسف بعض الطلبه بتقول لك ايه؟ عشان دي ب 105 ودي ب 107. يا ابني انا عاوز تفسير. تعال نفسر مع بعض. حلو والله. لان الماء يحتوي على كام زوج حر؟ يحتوي على 2 زوج حر من الالكترونات في الذره المركزيه، بينما النشادر يحتوي على كام زوج حر؟ 1 زوج حر. وبزياده عدد ازواج الكترونات التكافؤ الحره في اوربيتالات الذره المركزيه يزداد قوى التنافر بين الرابط ويقل قيام الزوايا بين الرابط ليصبح المركب اكثر استقرار. فتبقى الزاويه في الميه 105 تقريبا وفي النشادر 107 وبس. صح. لما تيجي ناخد تعليقه كمان. التعليقه الثانيه للزاويه في النشادر اقل من الزاويه فين؟ في الميثان CH4. حل ان النشادر يحتوي على كام زوج؟ طبعا المرتبط 3 يبقى الحر زوج، والميثان لا يحتوي على ازواج حره. قول معايا كده. وبزياده عدد ازواج الكترونات التكافؤ الحره في اوربيتالات الذره المركزيه يزداد قوى التنافر بين الرابط وتقل قيام الزوايا بين الرابط، فتصبح الزاويه في النشادر 107 وبس والميثان 109.5. تعالى بالتعادل مهمه جدا. لو سمحت اكيد انت اخدت بالك ان العلاقه بين عدد الازواج وقيمه الزاويه علاقه طرديه ولا عكسيه؟ اكيد علاقه عكسيه. بعض الكتب الخارجيه حط عليها اسئله. ده عباره عن تطبيق من كتاب المدرسه على نظريه فيسبر. مطلوب منك ان انت تركز معايا بس. سواء بقى معاك مذكرتك، معاك كتاب المدرسه، معاك كتاب الامتحان، هتركزوا بس. وبعدين هنحل مع بعض نفس الجدول بس س وج مع بعض بعد ما اكون فهمت. قشطه يا معلم؟ يلا بينا نشوف. ركز معايا كده وسمي الله وصلي على رسول الله. بس انت او انت لو مش حافظ الاعداد الذريه من 1 ل 20 تعالى بص معايا عليهم بص. وريت تسجلهم عندك في الوش. مين الاعداد الذريه؟ هيدروجين، هيليوم، ليثيوم، بريليوم، بورون. ده مين؟ عنصر البريليوم. وده مين؟ عنصر البورون لو انت ما تعرفهمش. كربون، نيتروجين، اكسجين، فلور ونيون. كده من 1 لغايه 10. طيب بعد كده من 11 ل 20. صوديوم كلنا عارفين رمزه NA11.
مغنيسيوم Mg12، ألمونيوم Al13، سيليكون Si14، فوسفور B15، كبريت S16، كلور Cl17، أرجون عارفينه Ar18، بوتاسيوم K19، كالسيوم Ca20. فأنا أوريدي عليا أحفظ من 1 لغاية 20 في الجدول الدوري. نرجع تاني. أول حاجة كاتب لك المركب، الشكل الفراغي، عدد أزواج الإلكترونات، شكل ترتيب الأزواج. بص يا حبيبي، شكل ترتيب الأزواج أنا بشتغل من عندي من هنا. ليه يا مستر؟ هتعرف في الآخر. حتى أنا ما بحلوش غير لما أخلص خالص. أولا كده قايل لي مين؟ ثاني فلوريد بريليوم. أحاول أرسمه. البريليوم قلنا من شوية في الأرقام اللي أخدناها عدد الذري كام؟ ولا مستر البريليوم بإيه؟ ب4. يبقى 2 2. الخارجي عنده كام؟ 2. كويس. الفلور 9 2 7 زي ما اتعلمنا قبل كده. البريليوم عنده الخارجي 2، يبقى البي اي اهو، احط نقطتين، واحده على اليسار وواحده على اليمين بالشكل ده. طب الفلور 7، هرسم 7 لا عندك. طالما الذره الثانيه دي ذره طرفيه هشوف التكافؤ بتاعها. الفلور تكافؤه احادي. طالما تكافؤه احادي يعمل رابطه واحده. سمعك. طب يا مستر لو ثنائي يعمل كام رابطه؟ 2. نرجع تاني، يبقى الفلور احادي يعمل كام رابطه؟ واحده. هيعمل رابطه واحده هنا فلور. كام فلور؟ 2، وادي كمان رابطه. في غلطه في الرسمه شفتها؟ يا مستر الرسمه دي غلط. طب ليه غلط؟ ركز بقى هنا معايا. انا لو عندي 2 زوج مرتبط بس مفيش حر، اقصى تنافر يعمل شكل خط مستقيم. يبقى الرسمه دي الصح تبقى ازاي يا مستر؟ تبقى كده اهي، الذره المركزيه والاتنين مرتبطين. الشكل الفراغي عندنا خطي او خط مستقيم. طب عدد الازواج الحره، هل في حر؟ مفيش. المرتبط كام؟ 2. طب عدد الازواج المحصله، يعني ايه كلمه محصله؟ الكليه، اللي هي مجموع الحر والمرتبط مع بعض. الحر بصفر والمرتبط ب2، يبقى المحصله بكام؟ ب2. طب دي فكك منها دلوقتي. المركب الثالث ثالث فلوريد البورون. هتعمل ايه؟ همسح ده اهو. البورون ب5 2 3. الخارجي عندك كام؟ 3. البي هرسم معاها كام نقطة؟ 3 نقط اهو. كويس. طب الفلور 9 2 7 احادي، قلنا يعمل كام رابطة؟ واحدة. ادي اف، ادي اف، ادي التالتة. الشكل الفراغي ده ارسمه ازاي؟ بعمل كورة عبارة عن ذرة مركزية. معاكي كام دراع؟ 3 اهو. 1 2 3. ونقط. سيتوبلازم لا، حدود الشكل الفراغي. الرسمة طلعت معاقة شوية، اعذرني. ده بيسموه علماء الرياضة أو الهندسة مثلث مستوي. في نوعين من الطلبة عندنا. في طالب ولد أو بنت بيعشق الهندسة فبيفهم الشكل. في ولد تاني ضعيف رياضة فبيحاول يحفظ الشكل. بس مبدئيا نحاول نفهم وبعدين نحفظ. بص، هنرجع للأقلام تاني أهي. ماله يا مستر؟ عندك كام رابطة؟ 3. بص يا برنس، بالشكل ده. الشكل ده كده بيعمل مثلث اسمه مثلث مستوي، او بتوع الرياضه بيسموه مثلث مسطح. ايه يا عم ده؟ الشكل ده حطيته على الارض وقربته من الارض تحس ان هو لازق في الارض. فالعلماء قال لك ده مثلث مستوي او مسطح، تحس ان هو مقترب جدا من الارض. زاويه راسه كبيره جدا او منفرجه جدا، فسموه مثلث مستوي او بيسمى مثلث مسطح. نرجع تاني. هتعمل ايه يا عم؟ همسح دي كده، لسه في تريك. الحر بكام؟ مفيش يا مستر حر.
المرتبط بكام؟ 3. يبقى المحصلة يعني المجموع 3. في حاجة عندنا يا جماعة اسمها الاختصار، وركز معايا في دي. الاختصار، ايه الاختصار ده؟ A X E. ايه دي؟ عبارة عن الذرة المركزية اهي. X عبارة عن عدد الذرات المرتبطة، أو عبارة عن عدد أزواج الإلكترونات المرتبطة. ماشي. إي عدد أزواج الإلكترونات الحرة. كمان مرة بسرعة. إيه عبارة عن الذرة المركزية. إكس عدد الذرات المرتبطة أو عدد الأزواج المرتبطة. إي عدد أزواج الإلكترونات الحرة. خد بالك معلومة هنعرفها بعدين. إكس دي عبارة عن مين؟ عدد الروابط سيجما وليست باي. هتسجلها عندك في الوش، ولما نوصل لنظرية الأوربيتالات الجزئية هتفهم أنا أقصد إيه. نرجع تاني. كتاب الامتحان عامل حاجة غريبة أوي. كاتب هنا إن وكاتب هنا إم. الإن والإم دي أرقام بتتكتب تحت. في كتاب المدرسة ما كتبش إن ولا كتب إم. عاوز تزودها عندك زود، مش عاوز مالهاش لازمة. تعال نحاول نكتب اختصار. اختصار المركب ده إيه؟ إيه؟ أدي ذرة مركزية. عندك كام ذرة مرتبطة؟ والله 2، يبقى إيه؟ X2. هل في حر؟ مفيش، ما بتتكتبش. طب هنا الذرة المركزية واحدة، طب اختصارها إيه يا مستر؟ إيه؟ X3. هل في حر؟ مفيش، مصلحة. المثال اللي وراه المثال. كلنا من غير توزيع عارفين المثال، هل عنده حر؟ مفيش. طب المرتبط كام؟ 4. ده لسه معلمهولك بالعين، في 3 بس يتجابوا بالعين. ميه، نشادر، ميثان، بس. المرتبط بكام؟ ب4. يبقى المحصلة بكام؟ ب4. عاش يا معلم. تعال نحاول نرسم. ارسمه ازاي؟ رجل فرخ. ايه؟ رجل فرخ. ما تبصليش بالشكل ده، حتى القلم مش عاجبه اهو يا عم. اسود يا برنس. قلمي ده دايما محيرني، معلش يا محمد. بص يا برنس، هرسم رجل فرخه بالشكل ده، وانقط حدود الشكل الفراغي. ده بيسموه علماء الهندسه هرم رباعي الاوجه. ازاي؟ وروني يا مستر. بص يا حبيبي، قلمنا الجميله اهي، حتى في قلم واقع اهو. 1 2 3 كده. لو ركزت، ده شكل مين يا جماعه؟ ده شكل هرم. ليه كام وش؟ 4. بيسموه علماء الهندسه هرم رباعي الاوجه اهو. طب الزاويه بتاعته بكام؟ لسه واخدينها من شويه، 109.5. عاش يا برنس. طب وده قلنا مش هنشرحه دلوقتي. طب اختصاره ايه؟ ايه؟ X4. ما عنديش حر. كويس. الاس او 2 ده اعمله ازاي؟ مبدئيا هتيجي في الوش معايا او في كراستك تكتب معايا الاس او 2. الكبريت بكام؟ مش فاكر، تعال ندور. كبريت اهو، الاس 16. نرجع تاني، وزعوا 2 8 6. هرسم حوالين الكبريت كام نقطة؟ 6 نقط. 1 2 3 4 5 6. عاش يا برنس. عندك فيه الاكسجين ملقوهم من غير ما تحسب بقى، ثنائي. طالما ثنائي يعمل كام رابطه؟ 2 يا برنس اهو. ادي رابطه ثنائيه مع الاو، ادي رابطه ثنائيه مع الاو. ركز، الرسمه دي صح ولا غلط؟ عاش يا معلم. اكيد غلط. ليه يا مستر؟ ما يبني بزياده عدد ازواج الكترونات التكافؤ الحره في الذره المركزيه عن اللي في النص هيزيد التنافر. يبقى الشكل ده صح؟ لا، هيعمل شكل زاويه. يبقى الصح تبقى كده. بالشكل ده، ده الادق. نرجع تاني. يبقى الاس او 2 عنده زوج حر.
هل هيفضل خط مستقيم؟ لا. طب ارسمه ازاي؟ اول حاجه بتعملها بترسم الذره المركزيه وحط فيها الزوج الحر. ارسمه ازاي؟ بص انا برسمه ازاي اهو. قلشت مني اهو. طبعا انت او انت ما بتعرفش ترسم دي. بص يا برنس، ادي ذره مركزيه، اعمل علامه استفهام واقفل بيها كده، حط جوه نقطتين. مش جايه معاك. ادي ذره مركزيه. الشباب بقى والبنات اللي بيعرف يرسم قلوب بقى، دلع نفسك يا برنس اهو. قلب اهو، قلب اهو، حط فيه نقطتين وظلله كده. عديها يا عم. نرجع تاني. يبقى اول حاجه بعملها برسم الذره المركزيه واحط فيها الزوج الحر اهو. عندك كام زوج مرتبط؟ 2. كده صح؟ لا يا مستر، بزياده عدد ازواج الكترونات التكافؤ الحره. كل ما يبقى في حر هيتنافر ويفضل الخط مستقيم. لا يا مستر، تعمل شكل زاويه. يبقى الصح ده شكله زاوي كده. حتى العلماء قال لك الشكل هنا ايه؟ زاوي. الحرة بكام؟ زوج. المرتبطة كام؟ 2. المحصلة 3. طب ده سيبه شوية. الاختصار ايه؟ اكس 2. عندنا زوج واحد حر فبكتب هنا ايه؟ المثال اللي وراه. ايه ده مستر؟ المية والنشادر. كلنا عارفين ان المية عندها كام مرتبط؟ 2. يبقى الحرة من غير ما ارسم، من غير ما اوزع، كام زوج؟ زوجين اهم. يبقى اول حاجة اعملها هرسم كام زوج حر؟ 2. طب المرتبط؟ زوجين اهو. العلماء بيقول لك ان شكل الميه، شكل المرتبط اللي تحت ايه؟ زاوي. الحرة كام؟ زوجين. المرتبطة كام؟ 2. يبقى المحصلة او المجموع 4. وانت فكك منها. الاختصار ايه؟ اكس 2. 2 مرتبط. طب الحر 2 فبتتكتب تحت اي 2. النشادر يا برنس اهو. المرتبط كام؟ 3. يبقى النشادر انا حافظه بالعين. هيتفضل زوج واحد حر. اول حاجه برسمها برسم الزوج الحر. كم مرتبط؟ 3 اهو بالشكل ده. هنقط. العلماء بيسموه هرم ثلاثي القاعده. ازاي؟ تعالى افهمك. الناس اللي بتحب الهندسه والاقلام اهي، لما كانوا 3 بس مع بعض من شويه عملنا مثلث مستوي بالشكل ده، كان كده. طيب لو عندي زوج حر زي ما انت شايف، بزياده عدد ازواج الكترونات التكافؤ الحر، ركز لايدي، هيزداد قوه التنافر، هيتنافروا كلهم مع بعض وتقل قيمه الزاويه، يبقى شكله كده. لو انت بصيت للشكل ده هتحس انه واخد شكل هرم، صح؟ ليه كام قاعده؟ بيسموه العلماء هرم ثلاثي القاعده. هسجله عندي. الحر كام زوج؟ 1. والمرتبط بعينك باين هما 3. يبقى المحصله 4 وانت على جنب برضه. اهم حاجه عندنا الاختصار ايه؟ اكس 3. كم زوج حر؟ 1 فبعمل ايه؟ واحده بالشكل ده. طب يلا بينا يا برنس نحل بقى مع بعض. اول حاجه لو انت معاك مذكرتك هتلاقي ورقه فاضيه فيها الكلام ده. سؤال نقط، سؤال نقط، وهكذا. معكش مذكره هتوقف الفيديو وتنهي الاسئله دي وتبدا تحل معايا. موسع لك اهو، نقلتها عندك، يلا بينا. لا انقلها الاول. قلمك كده ويلا بينا نشتغل. بيقول لك ايه؟ اكتب الاختصار واسم الشكل الفراغي. يا عم سهله. مركب يحتوي على كام زوج مرتبط؟ 2 مرتبط فقط. يبقى اختصاره ايه؟ ايه؟ اكس 2. مفيش حر.
هرسمها ازاي؟ ركز معايا او ركزي معايا. بعمل ذره مركزيه. طب 2 مرتبط هيبقى بالشكل ده. ده الشكل ايه؟ خطي، صح؟ مفيهاش حاجه يا برنس. طب مركب يحتوي على 3 زوج مرتبط فقط، هعمل ايه؟ هسمي الله. كم مرتبط؟ 3، يبقى ايه؟ اكس 3. طب شكله ارسم عشان تعرف تقول الشكل. هعمل كوره فيها كم ضلع؟ 3 اهو. وانقط حدود الشكل. ولا لوحدك تقدر تقولها لوحدك؟ مثلث مستوي. الله ينور. يلا بينا مع بعض. مركب يحتوي على كم زوج مرتبط؟ 4. قال لي حر؟ لا، يبقى اختصاره ايه؟ اكس 4. هعمل كم ضلع؟ 4. رجل فرخه. الله ينور يا برنس. اهي كوره. والله انا حريف في الرسم، شبه رجل الفراخ فعلا. ده مين ده؟ هرم رباعي الاوجه. الله ينور. طب تعالى هنا بقى يا برنس. مركب يحتوي على 2 زوج مرتبط وزوج حر، اختصارك ايه؟ ايه؟ كم مرتبط؟ 2 اكس 2. كم حر زوج؟ يبقى اي واحده. هرسم كده بالراحه. ادي الذره المركزيه. هعمل ايه بعد كده؟ لو انا عملت مرتبط على طول هغلط. اول ما يقول لك حر استاذنك هتعمل الذره المركزيه وتحط الحر. طب ليه يا مستر؟ ايه اللي انا اقول لك؟ بالشكل ده. طالما انت عملت الحر الاول عقلك بيترجم، كل ما بيزيد الحر يزيد التنافر وتقل قيمه الزاويه. فاما تيجي تعملها كده عقلك يقول لك انت غلط. طب ليه؟ طالما عندي حر هيزيد التنافر. يبقى تاني اهو. انا عندي حر هعمل ايه؟ هيزيد التنافر يعمل الشكل ده. ضلعين هما مصر، يبقى ده شكله ايه؟ زاويه برنس. الله ينور عليك. يلا بينا ناخد المثال اللي وراه. لو انت من الناس اللي هي بتحل بعد ما اخلص وقف الفيديو، حل دول وبعدين كمل معايا حل. بيقول لك ايه؟ رقم 5 مركب يحتوي على 2 زوج مرتبط وكم زوج حر؟ 2. يبقى 2 مرتبط يبقى الاختصار ايه؟ اكس 2. كم حر؟ زوجين يبقى اي 2. هرسمها ازاي؟ ادي الذره المركزيه بالشكل ده. هرسم اول حاجه زي ما قلنا الازواج الحر. كم زوج؟ 2. ادي زوج وادي زوج. كم زوج مرتبط؟ طبعا انت بترسم قلوب مالكش دعوه بيا. 2 يا مستر يتنفروا وينزلوا تحت. الشكل هنا ايه؟ زاوي. الله ينور. طب رقم 6 مركب عنده كم زوج مرتبط؟ 3. كم زوج حر؟ 1. يبقى الاختصار ايه؟ اكس مرتبط 3 اي اكس 3. حر 1 اي واحده. اللي انا كتاب الامتحان مسميها ان مسميها ام. ماشي يا عم، فكك كتاب الامتحان دلوقتي. هرسم مين؟ الذره المركزيه اهي. عندك حر ارسمه الاول. كم مرتبط؟ 3. هيتنفروا وينزلوا لتحت. فاكر الشكل ده كان اسمه ايه؟ يا مستر هرم ثلاثي القاعده. الله ينور يا برنس. اقرا السؤال الجاي. ما شكل ترتيب ازواج الالكترونات للمثال الاخير؟ اللي هو المثال ده. شكل ترتيب ازواج الالكترونات مش فاهمك صراحه، انا تهت. بص يا برنس كده. بص كده. في ملحوظه عندك بتقول ايه؟ الملحوظه دي مش في مذكرتك، هتكتبها في الوش بعد اذنك. ملحوظه بتقول لك ايه؟ 1 الشكل الفراغي. تكتبها في مذكرتك في كتاب الامتحان في كراستك، دي ملحوظه مهمه عندك. 1 الشكل الفراغي ده شكل مرتبط وبس. ازاي يا مستر؟ تعالى يا برنس اهي. هنا كان المرتبط كام؟ 2 عاملين شكل زاويه فقلنا الشكل الفراغي زاوي. المرتبط اللي بالاخضر ده هو ده اللي عامل الشكل الفراغي. فعشان كده بقول ايه؟ الشكل الفراغي شكل مرتبط فقط.
طب شكل ترتيب الازواج اللي بيسأل عنه ده شكل محصلة الحر ومرتبط مع بعض. تاني يبقى شكل ترتيب ازواج الالكترونات شكل محصلة الحر ومرتبط مع بعض. لو محصلة باتنين دايما خطي. المحصلة بتلاتة مثلث مستوي. المحصلة بأربعة رباعي الأوجه. تقريبا كده باينة. يبقى تكتب عندك الشكل الفراغي شكل مرتبط فقط. شكل ترتيب الأزواج شكل المحصلة الحر ومرتبط معا. لو أنت أزهري يجي يقول لك ليه الشكل الفراغي أحيانا يختلف عن شكل ترتيب الأزواج؟ هقول له عشان الشكل الفراغي شكل مرتبط فقط، إنما شكل ترتيب الأزواج شكل محصلة الحر ومرتبط معا. المحصلة باتنين دايما خطي. المحصلة بتلاتة مثلث مستوي. المحصلة بأربعة رباعي الأوجه. ما تيجي نطبقها مع بعض. إيه ده الجدول اللي أنا عملته بس مجمعه ورا بعض. بص يا برنس، فكك من الأشكال الفراغية، مش فارقة معايا، ده شكل مرتبط وبس. أنا عاوز شكل ترتيب أزواج الإلكترونات اللي هي الخانة الأخيرة. ونصيحة ما تذاكرهاش من الجدول، ذاكرها زي ما أنا قلت من شوية. شكل محصلة الحر ومرتبط مع بعض. أي تاني؟ هبص على لون خانة المحصلة بس يا مستر. ماشي يا حبيبي، امسح دي يا عم. هنا المحصلة بكام؟ باتنين، يبقى الشكل خطي. بص ورقتك لو انت ما حفظتش. المحصلة بكام؟ بتلاتة مثلث مستوي. محصلة بأربعة رباعي الأوجه. محصلة بتلاتة مثلث مستوي. محصلة بأربعة رباعي الأوجه. محصلة بأربعة رباعي الأوجه. نرجع تاني. يبقى شكل ترتيب الأزواج هنا محصلة بكام؟ محصلة يعني مجموع الاتنين دول. تلاتة وواحدة كام؟ أربعة، فبقول له والله رباعي الأوجه. ما بصش الشكل لا. طب ده شكل ترتيب الأزواج عبارة عن إيه؟ المحصلة بكام؟ بأربعة، يبقى برضه رباعي الأوجه. بصوا الجزئية الأخيرة عندنا. علل ثاني أكسيد الكربون ده مركب غير قطبي بالرغم أنه يحتوي على رابطة قطبية. هتشلني الحتة دي يا عم، مهمة جدا. لو أنت أزهري أو نظام جديد خد بالك الجزئية دي مهمة جدا. في الأزهر بتيجي علل بطريقة مباشرة. في النظام الجديد أحيانا أجيبها علل أو ألعب بيها في الاختيارات. أولا إزاي المركب غير قطبي والرابطة قطبية؟ كلمة قطبية سهلة، بجيبها عن طريق فرق السالبية. كلنا عارفين ان الاكسجين سالبيته 3.5. لا مستر ما اعرفش، ما كده مش عليك. والكربون ب2.5. الفرق بينهم كام؟ الفرق بينهم 1، تبقى الرابطه قطبيه. طب ازاي يا مستر الرابطه قطبيه وفي الاخر المركب ده غير قطبي؟ بص يا حبيبي، لو انا فرضا دلوقتي عندي باب، فرضا قبل ان هو يتفتح للناحيتين، عامل زي باب بعض المحلات. ماله يعني؟ هو واحد كان بيزق من هنا بقوة كبيرة، القلم ايه؟ محيرني اهو. والناحية التانية واحد بيزق بقوة ضعيفة، هيفتح كده. الله ينور. طب لو واحد من هنا بيزق بقوة ضعيفة والناحية التانية بقوة كبيرة، هيفتح كده. كويس. طب يا مستر لو القوتين دول قد بعض، القوة دي قد القوة دي، أكيد يا مستر الطبيعي إن القوتين دول هيلاشوا بعض ويفضل الباب ثابت. ده العادي زي ما خدنا في الفيزياء او الرياضه. عاش يا برنس. هنا بيحصل نفس النظام. ازاي؟ تعال افهمك. السي 6 يبقى 2 4. حسم حوالين الكربون 4 نقط. معاه كم ذره اكسجين؟ 2. كلنا عارفين ان الاكسجين ثنائي. ادي او هتعمل رابطه ثنائيه. هل الكربون عنده ازواج حره؟ لا. يبقى اول حاجه خد بالك ده شكله خطي. هيفرق في حاجه هنشوف دلوقتي. بص يا برنس، الاكسجين الطبيعي بتاعه اكبر سالبيه من الكربون، ولو انت ناسي افكرك. ازاي؟ فاكر دي الدوره؟ كربون، نيتروجين، اكسجين، فلور. كل ما اتحرك كده السالبيه بتزيد زي ما اخدنا الترم الاول، ونصف القطر بيقل. يبقى كده السالبيه بتزيد، اكيد سالبيه الاو اكبر من السي، فبلاقي ان الاكسجين هيسحب الالكترونات ناحيته.
بسبب كبر السالبيه. عاش يا معلم. طب بص ذره الأو الثانيه هتسحب الالكترونات ناحيتها بنفس القوه. دي اكسجين ودي اكسجين، دي هتشد الالكترونات ودي هتشد الالكترونات. القوتين قد بعض وعكس بعض، فاكيد الطبيعي ان القوتين هيلاشوا بعض. كمان مره، علل ثاني اكسيد الكربون مركب غير قطبي بالرغم انه عنده رابطه قطبيه. هقول لك يا برنس، عشان سالبيه الاو قد سالبيه الاو، الاو دي هتسحب الالكترونات ناحيتها ودي هتسحب الالكترونات ناحيتها. دي هتسحبها بقوه ودي هتسحبها بنفس القوه بس في عكس الاتجاه. رياضيا القوتين عكس بعض وقد بعض فيلاشوا بعض. يبقى علل ثاني اكسيد الكربون بالرغم ان عنده رابط قطبيه ولكنه مركب غير قطبي. الفكره كلها اولا لان شكله خطي. اتنين، اللي انا شرحته ده اسمه في كتاب المدرسه محصله عزم الازدواج بصفر. يبقى علل ثاني اكسيد الكربون مركب غير قطبي، الاجابه شكله خطي. القوة اللي هنا قد القوة اللي هنا فالاتنين بيلاشوا بعض. تتقال ازاي؟ محصلة عزم الازدواج بصفر، محصلة القوتين بصفر. الله ينور عليك. الناس بقى هنا اللي بتفهم رياضة قوي وذكاء شغال رياضة، ركز معايا في الحتة دي. نمسح بس الأول. في ناس بتقول لي مركب الاس او 2 يا مستر اعتبره قطبي ولا غير قطبي عندك؟ انا فاكر ان الاس كان عنده زوج الكترونات حره، ودي ذره اكسجين ودي ذره اكسجين، الرابطه ثنائيه. هل ده شكله خطي ولا زاوي؟ زاوي. خد بالك العلماء بيقول لك ده مركب قطبي. ازاي يا مستر قطبي؟ ده زي ده بالظبط. تعالى افهمك كده بسرعه. هنا الاو سالبيتها اكبر من الاس، هتسحب عندها الالكترونات زي ما انت شايف. بس طالما اخد شكل زاويه كده، المفروض سيادتك رياضيا تحلل القوه لمركبتين. احي دي رياضه يا حبيبي. لو حللت القوه عمرك ما هتلاقي القوه عندك متساويه. اتمنى تكون فهمتني. فالرياضه دي الحمد لله مش بتاعتنا. نرجع تاني. متى المركب غير قطبي؟ علل ثاني اكسيد الكربون غير قطبي. هقول له عشان شكله خطي فاكيد محصله عزم الازدواج بصفر، قوه دي قد قوه دي فالاتنين بيلاشوا بعض. طب شوف السؤال الجاي ده عباره عن مقارنه بين مين؟ بين الاس او 2 والسي او 2 عشان فيها اشتغال. في ناس فاكراها بالمثل، المركبات دي مش زي بعض. اولا كلنا عارفين ان السي 6 يبقى 2 4. هرسم حوالين السي كام نقطه؟ 4 بالشكل ده. عندك كام او؟ 2. تعمل رابطه ثنائيه. طب الاس 16 2 8 6. هرسم حوالين الاس كام نقطة؟ 6. 1 2 3 4 5 6. عندك كام او؟ 2. كل او تعمل رابطة ثنائية. كل او تعمل رابطة ثنائية. عاش يا معلم. هل نظرية الثمانية اتفسرت ولا لا؟ والله اتفسر لو حوالينها 8 الكترونات. تعالى بالراحة. عد معايا ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هنا الاس عندها 10 الكترونات مش 8، يبقى هنا لم تفسر. طب ده عد كده السي حواليها كام الكترون؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، يبقى هنا فسرت. طب الاختصار ايه اختصار ده؟ والله يا مستر ده عنده ذره مركزيه ايه؟ كم مرتبط؟ 2. انا باخد بالحق لو الرابطه ثنائيه باخد منها واحده بس اكس 2. كم حر؟ 1. طب هنا ايه اكس 2. هل في حر؟ مفيش. طب الشكل الفراغي والله ده زاوي. الشكل الفراغي خطي او خط مستقيم. القطبيه ده مركب قطبي. طب ده مركب غير قطبي.